الجاموس البرازيلي اللي طلقوه يتسارى في شوارع الرباط، وراه قصه كبيره بزاف. خيوط هذه القصه بدات نهار 25 مارس 2023 فاش وصلت الميناء الجديده الشحنه ديال 2800 راس من الابقار البرازيليه. هذه الابقار اللي تعفاو مستورديها من الرسوم الجمركيه بعد ما وصلت ناضوا خرجوا تصاورها، زعما راه السوق غادي يولي فيه اللحم رخيص. لكن مع خروج الصور ديالها الناس تصدموا فاش شافوا بقر ضعيف وعظامو خارجين. كل شيء خرج كيقول اللهم ان هذا منكر، واش هذا الشيء غادي يقدروا المغاربه ياكلوه ولا يستحملوه؟ اشنا هو او اش غادي يوقع من بعد؟ طبعا غادي تدخل دفعه ثانيه بميناء الجرف الاصفر يوم 8 ابريل 2023، اي قبل يومين من تسجيل هذا الفيديو. فيها 3000 راس من الابقار البرازيليه ولا الجواميس ولا سمع جاب هذاك. بعد طبعا ما دخلوا هذه الابقار غادي ينوض شي عبقري من مهندسي البقر البرازيلي وغادي يخرج لينا هذاك الجاموس السمين والكبير، وغادي تلقوه في الشارع لاكثر من ساعتين دون حاسب ولا رقيب باش تحضر الصحافه ويخرجوا الناس بخلاصه واحده، وهي ان بقر البرازيل او جاموس البرازيل ضخم وسمين وفيه اللحم. يعني بعباره اخرى جيب اكفس وارخص بقر من البرازيل وغرق به الاسواق، وفاش يبان شين وضعيف وضلوعه باينين والناس يبداو ينتقدوا، نوض انت خرج الجاموس السمين والكبير للشارع يحتج وخليه لمده ساعتين او اكثر، وجيب الصحافه يصوروا مع رسوم باش نوصلوا رساله واحده هي شوفوا الناس راه البقر البرازيلي سمين وكبير. نسى عليك شي حاجه سميتها المشروع الملكي ديال الرباط عاصمه الانوار اللي كيتسوق عالميا، نسى شي حاجه سميتها صوره العاصمه وركز غير على بقر البرازيل زوين وسمين والله يعمر له الدار. وزعما مول الفكره برافو ليه. الخطير في هذا الشيء كله هو اننا كنسوقوا البقر والجاموس برازيلي ما كلينا عارفين يا كانوا بقر يا كانوا جمل يا كانوا جاموس، في الوقت اللي مجموعه من الدول او دول كثيره حضرات استيراد هذا النوع من اللحوم من البرازيل نظرا لشبهه اصابتها بجنون البقر. اللي بغينا نقوله في هذا الفيديو هذا او خلاصه القول هو على انه سواء كان هذا البقر هذا خرج من تلقاء نفسه ليشاهد مشروع استراتيجي كبير وهو المخطط الاخضر، وخرج كيتسارى في الشوارع ديال الرباط كيشوفنا وكيشاهدنا، والحقيقه كيضحك فينا لانه كيقول لك كيفاش هاد الناس هادو عندهم هاد الخيرات كاملين وجايبين نيانا مبرزطيني من البرازيل الى هنايا ماني عارف وين نصد، ولا طلعت عارف يا كاني في العاصمه البرازيليه ولا في شي دوله اخرى. اذا هذا البقر حتى هو او هذا الجاموس هذا ولا هذا العجب اللي جبتوا لنا سواء كيف قلت خرج الراسو او خرج عمدا، الرساله وصلت. والرساله كنقولوا فيها على انه اش كنسواو نحن عند الحكومه ديالنا، كنسواو عند هذا النوع من الجواميس التي ما انزل الله بها من سلطان، وكنسواو عندها على انها على مدار 14 سنه ولا 15 سنه اللي كيسوقوا للمخطط الاخضر. كنقولوا لهم ها المخطط الاخضر اليوم اش وكلنا بقر او جاموس او الجمل ما انزل الله به من سلطان، من شوفته تسد لك النفس على اللحم حياتك كلها. اذا النتيجه والخلاصه عراها البقر البرازيلي او الجاموس البرازيلي اللي كيتسارى في شوارع الرباط في واضحه النهار وعلى عينيك بن عدي دون ان يكلف اي احد من الحكومه الخاطر ديالو ويخرج يشرح لنا ويوضح لنا واش هاد البقر وغد، واش هاد البقر تلف، واش هاد البقر فيه فعل الجنون، واش البقر هايج، واش البقر غرش قاتل وخرج يسارى. اذا دون ان يكلف نفسه على الشرح للمغاربه. خلاصه الكلام انه هذه الحكومه والله العظيم لا زعما المفروض فيها انها تفهم راسها. لماذا؟ ولكن بكل بساطه انا كنقول لكم غنشرح لكم. هذه الحكومه هي حكومه غير سياسيه، لان اغلب الوزراء فيها ماشي وزراء طالعين من القاع ديال السياسه، ولهذا لا يتقنون فن التواصل، ولهذا كاع ما كيتكلموا وخير لهم ما كيتكلموا، لان اغلب هؤلاء الوزراء مسبوغين بالوان اخرى، مع انه كاع ريحه الصباغه هاد الايام عاطيه بزاف من جهه قليمي موادنون، ولكن كل هذه الا جينا استثنينا 5 ولا 6 الوزراء اغلب الوزراء مسبوغين بصبغات اخرى، اذا لا علاقه بالسياسه وما بينهم مع السياسه غير الخير والاحسان. اغلبهم جاي من شركات
ديال رئيس الحكومه او من مؤسسات عموميه، اذا ما عندهم علاقه بالسياسه. وهذه هي النتيجه ديالهم. النتيجه ديال ان حكومه ضعيفه، حكومه لا تتواصل، حكومه لا تتقن فن الخطاب السياسي، لا تتقن فن الابداع. والابداع ديالها اللي وصلنا له هو هذا النوع الغريب اللي كيفكرك انك تتفرج ديك ناسيونال جيوغرافيك ولا شي حاجه، عالم الحيوان الغريب عنا وعن المغاربه اللي كانوا ياكلوا اللحم الزين وكانوا يتمتعوا باللحم. ومن اكثر الشعوب في العالم معروف المطبخ ديالهم، ومعروفه طبعا النخوه ديالهم. والمغاربه معروفين مثلا كنقولوا الجوع في كرشي وعنايتي في راسي. مع هذه الحكومه اليوماتيه الجوع في الكرش والعنايه ما طلعت في الراس ولا كلا شي كايف للاسف الشديد. اللي بغينا نقولوا على انه الرساله وصلت من البقر والجاموس البرازيلي الذي عرى الواقع، والذي وضعنا امام الصوره الحقيقيه لانفسنا، صوره مخططات استعجاليه خضراء حمراء صفراء فشلت ولم تحقق الامن الغذائي للمغاربه. وهذه الحكومه بالعربيه تعرف تضحك فينا. المثل الحساني باش نختم يقول: اللي لقى ضحكه ما ضحك عليها يحاسب مولانا بها. وحتى هما راهم لقاو نحن ضحكه وراهم يضحكوا بينا، يضحكوا فينا ومعدلين فينا اللي بغاو وحنا كنتفرجوا. ولكن في الحقيقه نستاهلوا احسن، ونستاهلوا الجاموس البرازيلي. وعلى نفسها جنت براقيش. تحياتي لكم، السلام عليكم.